الفيديو ده قد يكون للبعض ساخر، إنما هو في الحقيقة ساخر فعلا، بس ما فيش مانع لما نجاوب فيه على أسئلة مهمة. تعملوا ايه بقى؟ يعلقوا زي في كل الشارع الا إلا مربع العمارة بتاع دي. العماره دي. مش هصرف عليكم على الشارع. السيرة الهلالية بتاع الفنان أحمد عبد العزيز، يعني أما كان مدهون أسود كده لما كان ابيض. يعني مثلا حيلهم بينهم، فاكره؟ يا لا. صح لا لا، انت مضحكاتي. يقول له انا مضحكاتي. أنت عارف يعني رامز مقابل اسد لما كان جايب احمد فتحي وبركات، فاكر انت ياه لا احمد فتحي وسيد معوض قطع الخامون وحلقه سعد الصغير. ولا في عبده كلها تيت 10 جنيه. ال10 جنيه بتديك 3 جنيه رصيد، والتلاتة بتديك دقيقتين. انت بتكون اصلا يعني انت الاعلان اللي هو بيقول لك ادفع 40 مليون وتاخد شقتك، بعدها انت بتكون تبرع. اصلا قاعد بتفطر فول، فاهم؟ تبرع بكذا لصالح مستشفى. طب انت ما تبرعتش ليه؟ عارف انت علي أوي. غيرت من قوانين الفيفا. زي الفل. الفيديو اشتغل. جاهز. 1 2 3. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. قعدت افكر كده في فكره ان احنا ليه ما نعملش بودكاست عن يعني في رمضان نتكلم عن اي حاجه، نتكلم عن كوره، عن اغاني، عن افلام، عن ذكريات، عن كذا. فانا قلت ان احسن حاجه ابدا بيها هي رمضان، فنتكلم عن ذكريات رمضان، عن ذكرياتنا فيها عموما من واحنا اطفال لحد ما كبرنا، عن اشهر المسلسلات اللي حصلت في رمضان، عن الاعلانات، اي حاجه بقى، وهنقارن رمضان في الغربة ولا رمضان في مصر وكده. فبس قبل ما ابدا احب ارحب باجمد مهندس في مصر. الله يخليك. احسن من انجبت مصر في الهندسه. الله يكرمك. محبوب بر والديه. بيعمل احلى مجاهد مع كبير الصغير. محبوب لاعبا وبر بورديه. كابتن نصر. اهلا بكم يا شباب، عاملين ايه الاخبار؟ ده اول بودكاست ليا يعتبر. اول بودكاست ليا برضه. يا رب الحلقة تعجبكم وتفيدكم أكيد. وإحنا بنتكلم طبعا انتوا هتقولوا، وإحنا برضو لينا ذكريات وبتاع، فممكن تشاركونا بعد كده في الكومنتات والكلام إيه ذكرياتكم، وهل إحنا بنهبد أصلا ولا إيه النظام. إحنا على قد ما نقدر هنحاول نفتكر رمضانات اللي فاتت وبتاع، بس يا رب تعجبكم. بس زي الفل. طيب احكي لنا بقى الاول عن طقوسك في رمضان عموما، انت بتعمل ايه؟ يعني انت احكي لنا حاليا دلوقتي انت بتعمل ايه، وزمان كنت بتعمل ايه، وقارن. عندي كذا رمضان بكذا شكل، يعني في مرة كنت ملتزم، في مرة كنت مش ملتزم، في مرة كنت بلعب كورة، في مرة لا ما كنتش بلعب كورة وبعتكف. كانت أيام معينة كده اللي هي أيام الثورة مثلا كان رمضان فيها مختلف. أيام الشغل طبعا بيبقى رمضان مختلف خالص. قبل الشغل كان حاجة، ده بكلمك كفي مصر. وبعد كده بقى بيتغير بقى لما سافرت بره، رحت هنا كان مختلف. لكن في انجلترا بعد لما جيت واتعرفت على الشله الحلوه انت والشباب، حبيبي. ولا الدنيا اصلا مختلفه وحلوه. رمضان اللي جاي هيكون رمضان روعه. انا عارف ان انا اول ما جيت دخلت على رمضان ما كنتش عارفكم، فكان رمضان بالنسبه لي بصراحه كان صعب جدا جدا هنا. على العموم اكلمك في مصر، كلمنا عن مصر. طقوسي في رمضان كانت جميله قوي. وانا صغير امي كانت تصحيني اتسحر اتفرج على هيركليز وزينة وكده، لو الناس القديمة قوي يعني عارفة الكلام ده. انا ما حضرتش الصراحه الحاجات دي. يعني هقول لك ايه، الدنيا كانت صعبة زمان. ده ايام كنت ساعتها لسه في ابتدائي اصلا بس، وكانوا بيصحوني بقى ايه، كان رمضان ساعتها الصيام بيجي، كنا في الشتاء، فكنت تيجي تصحى بس الساعة 3. بجد كنت حضرت رمضان في الشتاء. و2:30. انا عيت على الدنيا كان في الصيف. ما هو 9 بقى 8 7. هيلف عليك ويجي في الصيف تاني. بس في الشتاء بتبقى عايز تنام بقى. يعني كنت طفل صغير وعايز اصوم وعايز تنام وبعدين يا جماعه هو احنا ينفع نصوم من غير كده؟ لا لازم تتسحر، فانت تضطر تقوم مضروب بالجزمه عشان تصوم وبتاع وكده، وتروح لاصحابك ويقول لك صايم ولا لا. لا والله ما صايم. طب تعالى نقرصك في ايدك من هنا، عشان ايه لما تتقرص من هنا وايديك راحت كده يبقى انت كده مش صايم. لو عملت كده يبقى صايم. انت مره مثلا من صحابك قلت لهم ان انت قرات مثلا عدد معين من اجزاء، وانت في الحقيقه انت قرات اقل من كده بس عشان تبان جامد؟ يعني بصراحه ما لا خالص. لا. اوكي. لما كبرت شويه بقيت واعي لرمضان، بقيت بنزل بقى، تنزل تصلي التراويح
التراويح وتقابل صحابك وممكن تكت من التراويح عشان تروح تلعب كورة. انا الصراحه عملتها كذا مره. هو انا عملتها كتير على فكرة قوي. دي اول مره اقولها. انت ما تعرفش الكلام ده. انا كنت ساعات عشان اروح العب كوره. انا اسف يا جماعه هو والله. هو خلي بالك هو الموضوع مش انت بس، هو انت هتلاقي هم نفسهم برضه بيعملوا كده. وانا عارف، بس الفكره ان انا كانت جدتي تمام يعني ايه، انا كان مديني امان اللي هو انزل، وانا بقى بس كنت بنزل بشورت تحت ركبه شويه بحيث لما انزل اشمره. مش عارف مين عاقل هيروح يصلي بشورت بس، فاهم؟ بس ما جتش بتقفشني، بس الحمد لله يعني. عدت. انا اسف والله يا تيتا، انا عارف ان انا حاورت عليكي، بس يعني كانوا صحابي يلعبوا كوره وحجز وبتاع وما اعرفش الصراحه. هو طبعا يا جماعه ده غلط، محدش يعملها. احنا بس بنهزر وبتاع، بنفتكر ايام زمان بس. كنت ساكن الاول زمان قوي في المعادي، فكان في دورات رمضانيه في الصيام. يعني والله واحنا صايمين كان زمان كانوا بيعملوا الدورات الرمضانيه في الصيام، مش بالليل. غريبه دي، لما كبرت بقت بالليل. الملاعب كانت فور فري، يعني انت في ملعب في كل منطقه. انت يعتبر اكتر حاجه بتحبها في رمضان؟ اكتر حاجه بحبها في رمضان، بحس ان انا مرتاح في رمضان. اوكي. مرتاح يعني انا بحس براحه كده في قلبي من رمضان. يعني فكره رمضان بالنسبه لي، بحس ان انا اول ما يخش يوم رمضان، اول ما يقول لك خلاص بكره، بتحس براحه ايمانيه كده، تحس ان قلبك اتخطف، يعني بتحس ان انت هديت. كنت مثلا قاعد ضاغط على نفسك، وفجأة الدنيا هديت خالص والمواضيع بقت ايزي، وبتكلم الناس بهدوء وبتصلي وتلاقي الوقت فيه بركة كبيرة. صح. وتقابل صحابك وتصوم وتحس ان اليوم مش قصير، ده بالعكس اليوم بس ده في مصر طويل. خلي بالك مش هنا. والله انا ما جربتش رمضان معاكم، فانا بقول لك انا بالنسبة لي لما جيت كان الموضوع اصل بص، هو معانا هو يكون برضو نفس الفكره. اصل الناس هنا عندها شغلها تمام، اللي بيخلص شغله بيروح طبعا اهله، لان هو سايب مراته وعياله لوحدهم، ومراته وعياله قاعدين لوحدهم، فهيروح مع مراته وعياله هيقعد. بعد القعده بتاعت العيال والفطار بتاع هينزل على صلاه التراويح. بعد التراويح بيكون الساعه 10 11، فهو اصلا ما عندوش وقت. فانت اصلا الايام اللي انت شفنا، انا عن نفسي سنجل ولا متجوز ولا حاجه، انا على الله، فانا فاضي على طول. بس واحد مثلا زي مش عارف، ما اعرفش اي حد من الشباب اللي احنا عارفينها فاهمني، هيكون مشغول. بس انت اكيد هتشوفهم في الكوره، ان احنا جسوات احنا برضه بنلعب كوره هنا في مصر. هنا في انجلترا. مصر ايه يا لهوي. والله وحشتني يا مصر. طيب انت يومك في رمضان انت ازاي بتعيشه؟ انت يومك بتعيشه ازاي قبل الفطار وبعد الفطار؟ يعني انت قبل الفطار انت يومك بيبقى عامل ازاي، وبعد الفطار بيبقى يومك عامل ازاي؟ احكي لك من اول صلاه الفجر. حلو كده. بروح اصلي الفجر في المسجد. في رمضان مختلف عن اي وقت تاني، بروح اصلي على قد ما بقدر الصلوات في المسجد. يعني ببتدي بصلاه الفجر، اروح اصلي صلاه الفجر، برجع ارتاح شويه، فبنام مثلا شويه قليلين، وبعدين مثلا اوصل سي في المدرسه، وبعدين بعدها شويه اقوم واوصل مراتي برضو الشغل عادي. ده لو راحت الشغل. يعني رمضان ده تقريبا هي عندها 6 ايام بس في الشغل تقريبا كله على بعضه. 6 ايام توتال؟ 6 ايام توتال في الشهر. ده الحلاوه. واخده اجازاتها كلها في الشهر ده، فتقريبا 4 ايام ولا 6 ايام. يعني انا مش فاكر هي قالت لي كام يوم، ده حاجه حلوه، بس هي مريحاني يعني عموما. المهم، وبتشتغل بقى على مدار اليوم، يعني ما فيش وقت معين انت بتخلص التاسك بتاعتك. بعدها بترجع، ممكن تقعد تشتغل شويه، تظبط اليوم بتاع، تيجي صلاه الظهر انزل اصلي، اقرا قران ولا حاجه. بعدها بعد العصر برجع انام شويه للمغرب. يعني ده اللي انا هعمله، ارجع انام شويه للمغرب بس. بعدين بقى تنزل تصلي العشاء والتراويح. اليوم كوره، هتلعب كوره، هنتقابل بتاع، مش هتتقابل هنشوف هنعمل ايه. انا وانت اللي هنروح الجيم في الاخر، احنا بنلعب جيم يا جماعه مع بعض. ده حقيقه. بس انا مصاب. انا حكيت لكم الكلام دوت امبارح، كنت عامل فلوج بس ايا كان. طب اقول لك حاجه، انت في رمضان انت بتحب تقضيه مع العيله ولا مع الصحاب؟ مش عارف، السؤال صعب الصراحه. بحب اقضيه مع اصحابي الصراحه، اكيد يعني. مش عارف اقول على صوتك شايفها. يعني مع اصحابي. هو العيله حلوه وكل حاجه، واسرتي جميله وبتاع، بس انا ليا ذكريات قويه جدا 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 مع الصحاب في رمضان، مختلف عن اي شهر في السنه. يعني انا رمضان بالنسبه لي كنت عايش معاهم. يعني ايام اللي هو كنت متدين فيها شويه كده وقريب من ربنا، كنت بعتكف. فانت بتبقى قاعد معاهم في الاعتكاف ايام، انت قاعد ايام عندهم،
انت فاهم قصدي؟ مم. قاعد معاهم. يعني لو حتى كسرنا الاعتكاف وطلعنا بنطلع يا دوبك تلعب كرة تستحمى ترجع تاني الاعتكاف وهكذا، كانت بتبقى ايام جميلة جدا. مهم. بناكل مع بعض، عايشين مع بعض. لكن العيلة بتبقى يوم عادي، يوم طبيعي مهم. تعيش فيه، تاكل تشرب مش عارف ايه كده، بتراعي الاولاد. هو طب يوم بما طبيعي إنك- بس فيه صيام. طب بما انك انت ليك يعني انت ليك احلى ذكريات مع اصحابك، فانت اكيد مع عيلتك ليك ذكريات في الاكل. فانت ايه في رمضان احلى اكله بتحبها، او انت ايه الاكله اللي انت بتكون مثلا في رمضان مستنيها تتعمل؟ بص انا اكله او يعني او درينك اللي هو بيكون على الفطار تشربه، اللي هو تكسر بيه صيامك بعد التمر او بعد الماء. ما انا هجيب لك من الاخر. بص انا عندي طقوس. اول أوكي. يوم بط ومحشي. ما شاء الله. معروف ما معروف شاء الله. معروف. بص رمضان في اي حته. انا مش بحب البط على فكره. زمان دلوقتي انا بص انا باكل اي حاجه عايشه على الارض يعني انت فاهم. طب بقول لك حاجه، يعني السؤال الاعظم اللي كل سنه بيسالوه، هي سمبوسه ولا سمبوسك؟ والله انا عارفها سمبوسك الصراحه. سمبوسك؟ مش عارف السمبوسه دي ممكن تيجي على اسم بسبوسه. على فكره ده غريب قوي السؤال ده، لان انا عمري كله انا حرفيا انا بنطق الاثنين زي ما تيجي على بقي، بالكاف بالهي والله العظيم. هو بص هي بس. السمبوسك اصلا تقريبا اكله تركيه، والله؟ فهي مش مصريه. يعني هي ما كانش في حاجه اسمها سمبوسك في مصر، بس هي لما اتعملت هي اصلا جايه من اللغه بتاعتهم سمبوسك. احنا مصرناها طب ولا احنا خدناها نفس الطريقه؟ احنا خدناها بقى ايه على حسب ما سمعتها. عارف انت اللي هو نظام ايه، اللي قدامك قالها سمبوسه خلاص سمبوسه. ايوه. لان الكفله بتتنطق، فانت فاهم في اللغه المصري ما بننطقش في حروف بتتاكل، منها الكاف، منها اللي هي اخر حرف ده بيترمي في الزباله انت فاهم. فانت ايه زي ما سمعتها بتقولها، فهتلاقي النص كده والنص كده والدنيا ماشيه. بس هي اصلا سمبوسك سوري. شايف شفت بقى ولا بقى؟ لا كده؟ هو ده. طب لا هي سمبوسك. اقول لك، انت عندك ذكرى في رمضان اللي هو او موقف حصل مع صاحبك، مع اي حد، اهلك، مع ايا كان، موقف وحش او حلو معلم معاك عمرك ما تنساه حصل في رمضان؟ ايه والله عندي مواقف كتير، بس انا اكتر واحد معلم معاك عمرك ما تنساه، سواء وحش او حلو ايا كان؟ من الذكريات الحلوه ان والدتي زمان وانا صغير كانت بتهتم قوي بان احنا نبقى نصوم. يعني هي كانت بتهتم قوي، فكانت بتخليني عارف انت زي كانها بتضغط علينا. وهو ده اللي علمنا، مع ان احنا كنا مضغوطين، يعني بنبقى قايمين تعبانين، لسه صغير، لسه الصيام مش قوي، لسه اصغر من 10 سنين. طب يعني الطريقه دي يعني الطريقه دي اثرت معايا في ان انا التربيه لما انت شايفها كبرت كويسه؟ بامانه اي حاجه ضغطوا عليا فيها وكانت كويسه علمت فيا للاحسن. يعني لما كبرت خالص فهمت ان هم ما كانوش بيضايقوني، هم كانوا بيعلموني، بس بيعلموني الطريقه الصعبه شويه. بس خلي بالك، يعني دلوقتي في موضه طالعه اللي اسمه ايه، التربيه الحديثه وكده. انا الصراحه يعني الموضوع انا ما اعرفش عنه حاجه، ما قراتش يعني عشان انا ولا متجوز ولا عندي عيال، فما اعرفش الموضوع ايه نظامه. لما اتجوز اكيد هقرا واتعمق. فانت اللي هو انت ايه، عامل ابنك انه صاحبك وخد واحده واحده وبتاع، فاهم يعني شغل الغصب دوت بلاش منه وبتاع. فانت دلوقتي بتقول لي لا انت والدتك يعني كانت، وانا برضو ستي وامي ربوني برضو كده اللي هو يعني نفس الطريقه. فانت شايف اني حاجه احسن ولا هي ولا تفرق من جيل لجيل؟ انا من تربيتي لاولادي اكتشفت ان كل طفل ليه طبع خاص، ليه طريقه مختلفه عن التاني. يعني ربنا لما بيجي قال لنا القران قال لك الجنه والنار. في ناس بتحب تقول لها الحلو، يعني مثلا تقول له انت لو ذاكرت هجيب لك لعبه، هخرجك، هتعمل مش عارف ايه، هجيب لك اكله حلوه، هتلعب بلاي ستيشن، هتعمل كذا هتعمل كذا. وفي واحد ما بيأثرش في الكلام ده. في واحد ايه، لو ما ذاكرتش هديك قلمين على وشك فيتظبط، لو قلت له العكس ما يمشيش. فهي كده، هي الموضوع كل طفل مختلف. فانت ما تقدرش تقول ان التربيه الحديثه اللي هو بالحلو بس، لا، ممكن واحد بيجي بالضغط، ممكن واحد بيجي بالعقاب، واحد بيجي بالهدوء، واحد بيجي بالحضن، بالكلمه الحلوه. طب انت ولادك، طب ايه الطريقه اللي هم بيحبوا يتعاملوا بيها؟ ما هو بقى كل واحد ليه شخصيه في حته معينه. يعني مثلا في الاكل، سيف مثلا ما بيحبش قوي اللحم، بس بيحب قوي الخضار والرز. اوكي. فيعملي يعني مثلا تبقى عامل رز وكوسه، هو ده اللي ياكله. اللحمه يركنها، الفراخ يركن، مش عارف ايه ما بحبش، لو ما اكلتش هديك قلم على وشك.
وشك تمام. هو انت بتديلوش القلمين، أيوة. بس هو بيحس ان انت في حاجه هتتعمل غلط، فاهم انت؟ ايوه. نرجع بقى لرمضان. ايه الفرق بين رمضان في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده ورمضان مثلا من 10 15 سنه؟ رمضان مش عارف زمان كنت بتحس بدفى كده، ما اعرفش، فاهم؟ دلوقتي احنا مثلا في شارعنا، انا من الجيزه في حته شعبيه، فكان شارعنا انت بتلاقي مثلا الستات والبنات قاعدين مثلا على، عارف انت العماره بيكون فيها كده باب حديد كبير، فقاعدين وبتاع، فاهم؟ قاعدين يلعبوا بس صغيره كده. دلوقتي ما اعتقدش الاجواء دي موجوده. في الفتره القديمه بتاعت زمان انا عشت في حتتين يعني، وعشت الحتتين، واحده فيها طفولتي واحده فيها لما كبرت. شبابك الطفوله كانت حلوه قوي قوي في رمضان. فوانيس، كنا بننزل بفوانيس، علقت قبل كده زينه كتير. انا علقت وانا برضه كبير. علقت. لا انا علقت وانا صغير بصراحه. اصل انا مم. انا مصر سايبها وانا عندي بتاع 16 سنه، فانا كل يعني انا ذاكرت في مصر كلها وانا طفل. انتوا بتجيبوها ازاي الزينه؟ تعدوا على كل بيت تاخدوا منه فلوس ولا من حسابكم؟ والله انا كنت بدفع، بس هو كانت الشباب كانت بتجمع، كانت بتطلع لكل بيت. عندنا بس كان هو كده. كل بيت هو كان في حد بينزل، فهو انت مش محتاج تطلع للبيت، هو انت بتقول لصاحبك، بتقول يعني لا، التجمع مختلف. طب اقول لك حاجه، عمر حصلت معاك مثلا انت رحت عند عماره قلت لهم عايز فلوس مثلا عشان زينه، وقالوا لكم لا؟ عمري بصراحه ما اتحطيت في الموقف ده، يعني انا ما كنتش بجمع اصلا. انا عندي ايه، عارف انت ايه، عزه نفس كده. لا انا انا ما كنتش بصراحه بجمع انا كمان، بس انا كنت برضه بسمع من صاحبي اللي بيجمع مثلا كان بيقول له لا. لا والله العظيم، اصلا يا ابني بقول لك في الجيزه، فالناس على الله. فكان مثلا يطلع على شقه مثلا او عماره يقول لهم احنا جماعه نعلق زينه كذا كذا، فعايزين مبلغ مثلا 20 جنيه. يقول له لا والله بتاع. فيعملوا ايه بقى؟ يعلقوا زينه في كل الشارع الا المربع العمارة بتاع دي. العماره دي، فتبقى عمارته فاضيه قدامها وكل الشارع متزين. فاهم يعني ايه؟ فاهم يعني ايه؟ يعني بنعاقبه اللي هو 20 جنيه هو حقك، حقي صح. أي. اصل انا معلش يعني، فاهم؟ يعني مش هصرف عليك وعلى الشارع، فاهم؟ صح هتدفع، تعالى يا باشا صح. هعلق لك بقى. طب ايه كان هقول لك، لو انت في الشغل قدامك مثلا اللي انت دلوقتي يقولوا لك انزل مصر شهر رمضان مع العيد، تمام، بس مش هتقبض لمده شهرين، تعمل ايه؟ ده حاجه صعبه يعني. يعني رمضان والعيد ومش هقبض، يعني هاجي اشتغل. ما انت يعني ما انت في رمضان كام يوم؟ 30 مع عيد 5 ايام، فانت هتبقى اجازه 35 يوم. ده اكتر فاهم؟ اكتر من اكتر شهر. من السنه اجازاتك في لا السنه. مش هرضى الصراحه بيني وبينك يعني. بجد؟ مش هرضى، لان يعني خلاص الواحد بقى عنده مسؤوليات. لو انا فرضاني لا عادي، انا لا اصلا هبقى مع بقول عيلتك، لهم فاهم؟ لا مع تقضيه في العيله مصر مش دي. هنا. ما هي صعبه، ما انت بتبقى محتاج برضو انت بتصرف على العيله. انت فاكر من رمضان مم. مثلا الاعلانات اللي كانت بتيجي، او انت فاكر مثلا مسلسل معلم معاك؟ عندي مسلسل معلق معايا، تعليقه جامده ايه؟ قوي يعني. السيره الهلاليه بتاع الفنان احمد عبد العزيز. معرفوش. يعني اما كان مدهون اسود كده بغض النظر يعني، حبيبي الفنان احمد عبد العزيز ده كان موجود هو في كل عايش اصلا؟ المسلسلات. عايش اصلا بس ما اعرفوش. لا يا عم بيمثل بس انا يعني. اسف والله، بس لا مش عارف عجيل صغير شويه. ده كان فتى احلام كل البنات. بجد؟ هو كان في غيره. غريب ان انا عمري بجد ما عدى عليا. ما هو بقى ما فيش غيره، فكانت الدنيا كده. بس السيرة الهلالية ده كنت مركز قوي معاه، لان هو قالوا الجزء التاني هيجي في رمضان اللي بعديه، ما جاش. بجد؟ فضلت مستنيه سنة ما جاش. واو. قالوا هيجي مثلا السنة اللي بعديها، قعدت مستنيه السنة اللي بعديها بجد، لان هو كان عاجبني. كان عندك قد ايه ساعتها؟ كنت صغير خالص، تقريبا في ابتدائي. رمضان في الصيف، فكنت اصلا اجازه، فانا فاهم، او في فالدنيا رمضان انا عندي ليها ذكريات ان انا قاعد فاضي. صح فكنت صح. قاعد بقى. احنا اول ما نزل فيلم جاءنا البيان التالي، يا لهوي، انا عايز اقول لك الفيلم ده خطير على فكره. ان احنا كنا كلنا اي حد يجي يمسك قميص التاني ابعد انت هتريل على القميص يعني. يعني عارف انت مليته البلد حاجات كده يعني. هو ده الافيه اللي احنا كلنا، ولو ما قلتش الافيه ده او مش عارف الافيه ده اتقال فين، بموت يبقى يا انت ما فخري، وهو دخلتش كان ماسك المايك وعمال يتكلم. بالظبط. لما كان ابيض. فاحنا دخلنا، انت فاهم ان انت تخش الفيلم ده. طب انت في برنامج مثلا معلق معاك من البرامج اللي كانت بتيجي في رمضان؟ انا طب اقول لك عندي ثانيه، كتير قوي قديم وجديد. اقول لك بتوعي. انا زمان وانا صغير كنت اتفرج على برنامج للشقيري، كان اسمه خواطر، لو انت تسمع عنه. طبعا معروف. خواطر، من بص انا يعني بدات يعني بقى واعي واتابع خواطر مثلا مم. من 5، وانا فاكر هو كان بيجي الساعه 5 بتوقيت مصر.
كان بيجي قبل الفطار بساعه وشويه، فكنا نقعد، انا فاكر كانت خالتي مثلا وجدتي وكده، فكانوا يقعدوا بيقطعوا السلطه تمام في الصاله واحنا قاعدين كلنا وقاعدين مشغلين خواطر. كنت قاعد اتفرج خواطر بالنسبه لي كان يعني كان برنامج خطير قوي. هو وكان في برنامج لعمر خالد يعني مثلا حيلهم بينهم، فاكره؟ يا لا صح لا لا حيلهم بينهم ده ده يا جامد. نهار ابيض. حلقه اسمه ايه ده، الله يرحمه، اسمه ايه يا ربي، طلعت زكريا. يا نهار ابيض. يقول له ايه، انت كوميديان، انت مضحكاتي، يقول له انا مضحكاتي. وبعدين يجي في اخر البرنامج بيقولوا عليك كذا، وبيقولوا على مين اللي بيقولوا بيقول اهو راي الجمهور. والجزء الثاني فاكره لما كانوا بيجيبوا حد، يعني بيجيبوا اتنين مثلا، يعني اتنين من الشعب عاملين نفسهم متخانقين وبتاع، ايوه صالح وقعدوا يسبوا لبعض ويقعدوا يهدوهم وحاجات كده. كان في مثلا اللي هو الكاميرا الخفيه مثلا، مين؟ بتاع ابراهيم نصر. ده بجد؟ وده كان في رمضان؟ انا اعرفه بس ما اعرفش انه كان في رمضان. لا في رمضان بس زمان بقى، الله يرحمه برضه ابراهيم نصر يعني. لا بس كان جامد قوي كمان خفيه ده. جدا وده كان بيجي كل سنه بقى. عارف حلقه الورنيش؟ ايوه عارف حلقه الورنيش لما كان عامل فيها الصعيدي وبيعمل لهم الجزمه وبعدين رجليهم الواد وقع. وفي دلوقتي طبعا انت عارف يعني رامز مكتسح الدنيا. احنا انت كلنا حضرت طبعا من اوله رامز من قبل اسد لما كان جايب احمد فتحي وبركات، فاكر الحلقه دي؟ لا احمد فتحي وسيد معوض. انت عارف اكتر حاجه عجبتني في رامز السنه اللي حسيت فعلا ان هو بيعمل مقلب بيموت يعني. لما كان بينزلهم تحت المقبره صح؟ تطلع الخاون حلقه سعد الصغير، يا نهار ابيض. ولا فيفي عبده، حلقه فيفي عبده كلها انا حلقه سعد الصغير دي كانت قتلاني. حلقه اوكا اورتيجا تمام، وشحته لما شحته عرف المقلب فقال له مثل ان انت مش عارف وبتاع، وراح ملبس اوكا اورتيجا. ايوه حلقه مميته، كانت حلقه مميته. وحلقه محمد هنيدي اصلا خواف. ايوه صح كانت خطيره خطيره. فاكر حاجه طب من الاعلانات؟ من الاعلانات بص، هو الاعلانات كلها عباره عن فودافون، فاكر حاجه من فودافون اتصالات والكلام ده؟ طبعا بقى كل واحد بيجي يتكلم. طبعا نجيب ساويرس طبعا باحترامي الكبير للمهندس نجيب يعني بيحاول كان يضغط بموبينيل جامد بقى عشان دي كانت بتاعته اصلا وبتاع قبل ما يبيعها بقى والقصه دي يعني. قبل تبقى اورنج بتهيألي. قبل ما تبقى اورنج وكده كانت زمان خالص اسمها كليك اصلا زمان خالص بقى. انا حضرت موبينيل ايام ما كانت الدقيقه لسه برقم بقى، بتدفع جنيه ونص وبتاع. كان الجنيه ونص كان جنيه ونص يعني. انت فاهم يعني ايه جنيه ونص؟ دول يجيبوا لك شويه حاجات يعني. انا فاكر الناس زمان كانت بترن رنه مثلا يعني رنه افهم انها تحت، رنتين افهم انها مش عارف فين، فاهم كده. ولو رنيت والتاني فتح انت فتحت عليا وخناقه ليه؟ لان ال10 جنيه انت فاهم يعني ايه بتشحن ب10 جنيه؟ ال10 جنيه دي كانت بتحط لك بنزين يعني، بتملى العربيه بنزين. ال10 جنيه دي بتديك 3. هي ما كانت 10 جنيه بجد. كانت بتديك 3 جنيه رصيد بجد. 10 جنيه ال10 جنيه بتديك 3 جنيه رصيد. بس كارت الشحن ال10 كان بيديك 10. لا ده جديد، انا بكلمك في زمان اول بقى ما ظهر 310 والحاجات القديمه دي. والثلاثه بتديك دقيقتين، ما هو جنيه ونص وجنيه ونص. لا انا جيلي حضر ايام كارت الشحن اللي هو ب10 كان ب10، دلوقتي ب10 ب20 فاهم كده. وفي كلمني شكرا وليك 2 كلمني شكرا في اليوم، فتبقى كلمني شكرا دي زي الرنه. طب انت فاكر بمناسبه احنا جايبين سيره شركه ام نبيل، فاكر اعلان اللي هو عشان لازم نكون مع بعض؟ عشان لازم كان اعلان خطير قوي على فكره كان عليهم اعلانات زمان جامده قوي خطيره بتحسسك كده، بتحسسك بدفى فاهم، اللي هو انت في وسط اصحابك وعيلتك وبتاع. والله انت بيكون اصلا يعني انت الاعلان اللي هو بيقول لك ادفع 40 مليون وتاخد شقتك، انت بتكون اصلا قاعد بتفطر فول فاهم. بعدها اصلا الاعلان بتاع اتبرع، فاهم انت تلاقي نفس الممثل اللي شاري في الحته المعينه هو اللي بيقول لك في الاعلان اللي بعديه اتبرع بكذا لصالح مستشفى. طب انت ما اتبرعتش ليه؟ عارف انت. طب المسلسلات انت فاكر يعني غير اللي انت قلت لي عليه؟ بقى بكار طبعا خد مننا سنين، بوجي وطمطم واحنا صغيرين، عمو فؤاد، تتكلم قصص الانبياء، في نيلي وشيرين. قصص الانبياء دي كانت على مدار السنين بتتفرج عليها، بس باين قبل ما تفطر قصص الانبياء، وكان في بعد ما تفطر بشويه برضه. طب فاكر عمل درامي، مسلسل درامي فاكره معلم معاك، اللي هو انت اسمه اول ما اسمه يتذكر فاهم تيجي على طول فايبس رمضان. انا عندي مثلا دلوقتي الاسطوره محمد رمضان. انا فاكر اول ما طلع انا كنت صغير يعني 2015، كان عندي بتاع 14 سنه.
انا يعني بدات امسك تليفون على كبر، مم. فكنت ساعتها معيش تليفون. مم. انا فاكر كنت ده برضه يا جماعه اهلي ما يعرفوش الكلام ده. فكنت بسهر بعد الفجر لحد ما يناموا، مم. اروح واخد فون ستي، كنت افتح من عليه تمام يوتيوب، عشان هم ساعتها هم كانوا مانعيني ان اشوف المسلسل. مم. فكنت افتح يوتيوب واقعد ساعتين مثلا من الساعه 4 الفجر لحد الساعه 6، عشان جدي كان بيصحى 6 وشويه كده، اقعد ساعتين اقعد اتفرج على الحلقات اللي فاتتني. بعد كده زي زمان واخد التليفون حاطه مكان ونروح نايم. فالاسطوره دوت بالنسبه لي، انا فاكر ده في محلات سمت الاسطوره. بص انا كان يومي في رمضان في الفتره دي انا هقوله لك. وانا في الكليه كان الموضوع مختلف خالص يعني. وانا في الكليه ما كانش رمضان، كان بيجي في الصيف، فكانت الدنيا حلوه خالص. فاهم. من اول ما بنصلي باخد صحابي نتجمع في صلاه الفجر، خلاص كده نصلي مع بعض، بعدها بنفضل قاعدين للصبح اللي هو لغايه الساعه مثلا 10 11 12 كده، اطلع اصلي الظهر، من الظهر لغايه قبل المغرب يا دوبك اصحى قبل المغرب اصلي العصر بس، واسمع الشعراوي بابايا بيبقى فاتح عليه، وبعد كده اقوم ايه خلاص اقوم داخل على الاكل، اكل انزل بنتجمع. وقبل كمان ساعات لما بصحى قبل الفطار بنزل، يعني ساعات ما اتفرجتش على الشعراوي انزل لاصحابي نلعب مثلا كام جيم شطرنج كده تحت البيت، يعني نتجمع في الشارع. لما اشتغلت بقى كان الموضوع مختلف شويه، كان الصبح كنا بنبقى في الشغل، وبعد كده برجع اتسحر افطر، وبعد كده اقوم مريح حاجه بسيطه، وبعد كده اقوم نازل لاصحابي وهكذا، نطلع ننام شويه اتسحر وهكذا، يعني انت فاهم. طب اقول لك حاجه، هو سؤال انا يعني سؤال دلوقتي جه على مخي انا، ولا محضر ولا حاجه. انت ايه الحاجه اللي انت عايز تعملها مع ابنك، او انت عايز تزرعها في صيف او ايا كان؟ روضه بنتك صح؟ اسمها روضه. اسمها روضه. فانت ايه الحاجه اللي انت عايز تعملها معاهم في رمضان، بحيث لما يكبروا فاهم يقولوا احنا بابا كان بيعمل كذا معانا، واحنا عندنا ذكريات مع بابا بس. عايز اعلمهم الصلاة، عايز في البلد دي خصوصا عايز يبقوا يحسوا بجمال رمضان، يعني الفترة دي عبادة ربنا بيرضى عنا فيها، عشان كمان نحس بالفقراء ومعاناتهم وهي الاكتر عبادة، يعني هو ربنا بيمنعنا لان دي عبادة. لما بيكبر بقى بيكتسب خبرات بقى، وبيعرف ان احنا لا مش قوي كده، مدينا قوة زيادة قوي عن نفسنا، بيلاقي اصحاب اقوى، انت عارف، يلاقي اصحاب اصيع، يلاقي اصحابه بيخرج اكتر، مش عارف ايه، لا ده هم الجامدين، ويكتسب بقى منهم وكده. بس وهو صغير طبعا طفل بيبقى شايف باباه ومامته دول هم الهيروز، حاجة مش طبيعيين يعني. صح. اهم حاجة انت اتبسطت؟ انا مبسوط جدا 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 الصراحة، عشان اول مرة الصراحة، فانا عايز اخد رأيك، يعني ايه الدنيا، عجبك الموضوع ولا والله لا؟ على حسب ما الناس يعجبها يعني. انا بالنسبة لنا احنا هنتكلم على الاحداث زي ما اتفقنا، يعني نقعد نتكلم على احداث الدنيا، بس هنتكلم على الذكريات، ونتكلم دايما عن اي حاجة بقى، في الحاجات كورة، الحلوة، افلام، اي حاجة. اي يعني حاجة. لو جه كاس بودكاست. العالم هتلاقونا بنتكلم عن كاسات العالم القديمة، مش عارف العيد، الاعياد القديمه، الذكريات عموما، احنا بنحب نجيب الكلام الحلو. اكيد انتوا مقارنات عندكم بقى برضه وكده، يعني احنا برضو هيبقى في جو اللي هو مثلا اللي هو جو مناقشات ابو تريكه مثلا ولا بركات في الجيل، فاهم كده؟ الحضري ولا الشناوي؟ هو كده الحضري، بس انا بقى يعني بديك مثال يعني. الحضري ولا احمد شوبير؟ احمد شوبير ما حضرتوش، بس في ناس بتقول انه والله بجد باحترامنا الشديد برضه للكابتن احمد شوبير بس ده اللي انا بسمعه والله يا كابتن، يعني انا الصراحه ما اعرفش، بس اللي انا اعرفه ان فيفا تمام غيرت في الحراسه قانون عشان بسببه. ايوه ماتش هولندا كان الكوره يعني كانت بترجع للمدافع وماسكها وبتاع، لغوا الموضوع عشان كابتن احمد شوبير. فانت ما شاء الله يا كابتن احمد، انت فيفا تاثيرك عالي قوي، غيرت من قوانين الفيفا. يعني فان شاء الله الحلقات اللي جايه هتبقى فيها بقى في حاجات كتير قوي، كوره بقى وكده. الراجل ده امبارح داس على الكوره، اتزحلق قدام الجون، هو داس على الكوره وقع عليها، ما دخلش على حد اصلا، والله العظيم خدوها بينالتي ودخلوا جون وكان حلال. عارف انت يعني احنا مش عارفين ازاي القوانين دي موجوده لسه، احنا بنطالب الفيفا تيجي تشوف الحطابه ده، يعني في قوانين عجيبه جدا. عايز اشكيهم للفيفا والله. ايا كان، شكرا يا كابتن نصر حبيبي، انا والله يعني اتبسطت صاحب الحلقه الجميله وانا دي. والله لو عجبكم الموضوع اعملوا لايك شير سبسكرايب والكلام بتاع اليوتيوبرز ده بس. يلا سلام.